السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان، أنتم تدرون ليش رفضوا اسم الزهراء؟ ليش رفضوا هذا المسجد يسمى باسم الزهراء؟ اسم الزهراء راح يفتح لهم ثغرة. اسم الزهراء راح يخلي العالم تتغير. الناس راح تتغير هناك بهاي المنطقة، راح تتغير. راح يسألون عن الزهراء. من هي الزهراء؟ ترى أغلب المخالفين ما يعرفون الزهراء. علمائهم يقولون لهم هاي التسمية رافضية. هذا الاسم، هاي الكنية، كنية الزهراء ما حد يعرفها. احنا جاي ندخل ونشوف يسألون عن الزهراء، ما حد يعرفها. يعرفون الممثلين، يعرفون المطربين، لكن الزهراء ما يعرفونها. هاي تسمية شيعية، فهاي تفتح عليهم آفاق. هاي راح تسبب لهم ثورة. حرامي هذا بايك تاريخ، بايك دين. ما يريد ينفضح، ما يريد يسأل الزهراء شنو من هي الزهراء، من أبوها، من أولادها، من زوجها، بسبب من ماتت، وشلون ماتت، منو غضبت على اليمن. هاي تفتح لهم ثورة تسوي داخل الإنسان راح يغير مفاهيمه. راح يغير مفاهيمه، راح يغير عقيدته، راح يثور بداخله، راح تتولد بداخله شكوك، راح يطلع من ذاك شو اسمه اللي متخندق بمعلومات بائسة. فلذلك هم يريدون هذا الشيء. هم يريدون يخلونا متقوقع بهاي المعلومات وغارقينها عليه. اسم الزهراء لا، اسم الزهراء راح يفضحهم، راح يكشفهم، راح يكشف الحرامية، حرامية الدين. لذلك ما يريدونه. سمي أي اسم سمي، حتى لو سمي على اسم ممثل عادي عندهم. سمي أي صحابي، سمي بلال، سمي أي اسم. هذا الاسم ما يأثر عليهم. لكن الزهراء لا، الزهراء يفضحهم. من هي الزهراء؟ ليش سموها الزهراء؟ شو سموها الزهراء؟ ليش؟ من قتل الزهراء؟ من سبب الزهراء؟ ايش بيها الزهراء؟ ليش مظلومة الزهراء؟ منو حرام؟ هكذا تفتح عليهم آفاق. الناس تتغير، الناس يعني راح تثور. لذلك ما يريدون هذا الاسم، ما يريدون هذا الاسم. ماكو بعبع بداخلهم. هذا الاسم مرعب، ما يريدونه، صدقوني بالله.